السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. مش هي ياسمون. نوجدوا اليوم ان شاء الله اللحم بالبرقوق، سفه مدفونه بالدجاج. مرحبا بكم معايا في هذه العراضه. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقه التحضير. نبداو باللحم على بركه الله. 3 كيلو ديال اللحم، 3 البصلات مشلضين رقيق، القزبر والمعدنوس، معلقه كبيره مع امراش من الكركم، من القزبر يابس، نص معلقه ديال البزار، راس المعلقه ديال التحميره، يعني غير شويه ديال التحميره، معلقه مع امراش من سكينجبير، 2 عويدات القرفه، معلقه كبيره ديال عطريه اللحم. هاد العطريات ندير فيها قعقله بسيبيسه نويويره، هما هادو. نص كاس ديال الزيت، 2 فصوص ديال الثومه محكوكين، نص معلقه صغيره ديال السمن، الملحه، كاس ديال الماء دايره فيه زعفران شعره. الا ما توفرش عندكم الزعفران الحر يمكن لكم تعوضوه بالضامه ديال الزعفران، حتى هي تجي زوينه. هنا خديت التبصيل، درت فيه العطريه كامله، غنزيد عليها الملحه غير شويه على حسب السمن مالح، ونزيد عليهم الكاس ديال الماء اللي درت فيه الزعفران شعره، ونخلطهم مزيان. وهذه هي التتبيله ديال اللحم. غنحاول انني نتبل اللحم ديالي مزيان، نوصل ليه هذيك العطريه ونرقدو فيها واحد الوقت ديال نص ساعه. وهي كل ما رقدتوه مده طول كل ما كيجي حسن. هنا من بعد ما دازت ليا مده ديال نص ساعه، وجدت الطنجره ديالي اللي غادا نطيب فيها. غنحط فيها هذوك البصله، 3 البصلات مشلضين، القرفه والثومه، ونبدا نحط طريفات ديال اللحم. نص معلقه صغيره ديال السمن. وبالنسبه للزيت ما غاداش نديرها دابا، ما غاداش نحطها، غادا نحتفظ بها على جنب حتى يغلى ليا شويه اللحم عاد باش نزيد هاد الزيت. غنزيد عليهم الربيع ونص كاس ديال الماء. هانتو كما تشوفوا معايا دابا غيولي عندي في المجموع كاس اللي رقدت فيه الزعفران، وهاد نص كاس غيكون عندي كاس ونص هو اللي غادي يطيب فيه اللحم، ما غاداش نزيد عليهم الماء نهائيا. هنا كتشوفوا معايا ها هو راه بدا البصله بدات كتطلق هذاك الماء ديالها. دابا غادا نزيد هذاك نص كاس اللي احتفظت به من قبل. غنقلب اللحم على الجهه الاخرى. والعافيه خصها تكون مهيله مهيله بزاف، كما غتشوفوا معايا هي دايره بحال الشمعه على هذا الشكل. وهذا الطياب هذا كيبغي العافيه تكون مهيله بحال الفاخر. الا العافيه على قد ما كانت مهيله الماكله تطلق الماء ديالها وتجي لذيذه اكثر. هنايا غادا نسد عليها، غادا نخليها مده ما بين 45 دقيقه حتى لساعه. هانتوما تشوفوا معايا من بعد ما دازت عندي ساعه ديال المكانه وشحرتها مازال واحد شويه، اللحم هو راه ولا طيب تقريبا قرب يوجد، خاص غير الروا يتشرب. دابا غندوز نوجدوا البرقوق اللي غسلته مزيان، يعني شي 3 المرات وكثر، ورقدته في الماء. عاد باش درت ليه هذا الماء هذا عويدات القرفه، وغادا نخليه يشرب. من بعد كنزيد عليه السنيده، زدت هنا شي 2 معالق كبار ديال السنيده و2 مغارف ديال المرق باش كيتعسل فيه البرقوق كياخذ هذا المذاق، كيجي غزال بهذه الطريقه بزاف كيجي زوين. غادا نخليه يتعسل وغندوزو نشوفوا اللحم ها هو صافي راه وجد ولا موجود. كنبقى مره تنحركو غير بهذه الطريقه هذه باش ما يتلصقش ليا من التحت، غير بشويه بهذه الطريقه صافي. دابا البرقوق حتى هو راه وجد، نحيدته وخليت غير الماء ديال البرقوق. كما كتشوفوا معايا هو اللي غادا نعسل به هذا اللحم.
هانتوما شوفوا مجرد ما كنخوي على اللحم اللون كيتبدل وحتى كيعطي واحد المذاق رائع. جربوا هاد الطريقه هذه، انا متاكده غتولي معتمده عندكم. كيجيب اللحم بنين بزاف بحال هكا. غنخليه شي 3 دقائق صافي وغنطفي عليه البوطه. وبالنسبه للمشماش انا عسلته غير في القرفه، الماء والقرفه والسنيده صافي، وهذا هو الشكل ديالهم. وبالصحه والراحه. ندوزو دابا نوجدوا السفه المدفونه بالدجاج. هنا خديت دجاجه ديال كيلو 600 ولا حسب متوفر عندكم ديال الدجاج في الدار، 2 بصلات مشلضين رقيق، القزبر والمعدنوس، الملحه، 3 الفصوص ديال الثومه المحكوكين، ونص معلقه صغيره ديال السمن. بالنسبه للتوابل معلقه صغيره عامره ديال الكركم، ديال سكينجبير، نص معلقه ديال البصر، عويده القرفه، معلقه ديال الدجاج. هاد المعلقه، هاد العطريه ديال الدجاج اللي تندير هي هذه كندير بسيبيسه وقعقله، نويره ما تنديرهاش، هذا هو الفرق. كندير بسيبيسه وقعقله في الدجاج، وزعفران حر، والكاس نص كاس ديال الزيت. هنا خديت الطنجره اللي غنطيب فيها، غنلوح كلشي دقه واحده. هاد الطبق هذا ما كنديرش فيه الماء نهائيا، غير هذيك البصله غادا تطلق ليا الماء. غنزيد الزيت. وبالنسبه للزعفران شعره كنحطو غير فوق من الغطا ديال الطنجره حتى كيسخن، وكنحكو بين يديا، ما كنلوحوش. دابا درت العطريه والبصله والزيت، غنزيد عليهم طريفات ديال الدجاج ونخلطهم هكا مع بعضياتهم مزيان، ونحطهم فوق البوطه واحد المده ديال 5 دقائق 8 دقائق ونطلقاو. هنا كتشوفوا ها هو الزعفران راه سخن ليا، دابا غير نحكو بين يدي ودغيا تيتحك بهذه الطريقه هذه. وغادا نقلب الطنجره ديالي هكا باش يدخل هذاك الزعفران شويه مع المرق والدجاج كما غتشوفوا معايا. وراه تلقات الروا كما تشوفوا، هو بدا كيطلق ليا الروا ديالها. غادا نسد عليها واحد المده ديال ربع ساعه، والعافيه خصها تكون مهيله بزاف، يعني بحال الشمعه، يعني نفس الطريقه ديال اللحم. على قد ما العافيه كانت مهيله، المرق كيطلق الماء وكيطيب فيه وكيجي لذيذ بزاف، كيجي مدغمر. هانتوما تشوفوا معايا من بعد ما حليته راه كاين ما عندي بزايد. غنحيد دابا هاد الطريفات ديال الدجاج وغادا نخليه يشرب شويه ونطلقها. الدجاج من بعد ما حيدت ليهم العظم. دابا غنبداو نوجدو في السفه ديالنا. هنا خديت 500 غرام ديال السفه، غنزيد عليها الزيت تقريبا شي 4 معالق كبار ديال الزيت، ونحاول انني نلبسها مزيان كلها يوصل ليها الزيت بهذه الطريقه هذه. وفي هذه الوقيته راني حاطه البرمه فيها الماء اللي هو طاب، الماء غليان. غنحط عليها الكسكاس وحتى تطلع فيه اول فوره، نحسب هذيك الساعات 15 دقيقه ونطلقها. هنا من بعد ما درت الفوره الاولى خديت الكسكاس، غادا نخوي عليه الماء بارد نبرد هذيك السفه ديالي. وراني حاطه تحت من الكسكاس واحد الطنجره، نحاول انني نسقطر فيها مزيان هذا باش نرجعها للطبسيل. دابا غنزيد عليها شويه ديال الملحه ومعلقه ديال الزيت، ونلبس هذاك الزيت مزيان مع الملحه، نلبسهم للسفه مزيان. دابا غنزيد عليهم الماء طيب، واحد 3 المغارف ديال الماء طيب. غنخليهم واحد المده ديال 20 دقيقه حتى تشرب ليا هذا الماء مزيان، وغنبقى مره كنحركها غير بالفرشيط على هذا الشكل ونطلقها. هنا كما تشوفوا السفه راه تبدل ليها اللون، شربات ليا الماء ولكن باقي واحد شويه فيها. غادا نحيدو، ضروري ما نحيدو عاد باش نرجعها للكسكاس. بنفس الطريقه غادا نحطها في البرمه وغادا نخليها من بعد ما تطلع فيها الفوره عاد باش نحسب 15 دقيقه. هنا من بعد ما دازت ليا الفوره الثانيه
نحيد السفه ديالي وغادا نزيد عليها 2 مغارف كبار ديال الماء طيب. وغنحاول نحل السفه بشويه بشويه حتى نحلها كامله، وهتشوفوا معايا غادا تحل وما غتبقاش غتجي مفركه مزيان على هذا الشكل. ها نتوما تشوفوا معايا. دابا غنزيد ليها الزبيب اللي فات ليا ورقدته في الماء طيب، وواحد المعلقه صغيره ديال الزيت. ها نتوما الزبيب راه انا زدته، هو هذا اللي كتشوفوا معايا راني زدته قبيله. والزيت درت معلقه صغيره، غنلبسها مزيان بهذاك الزيت والزبيب، نخلطهم مزيان وغادا نحطهم في الكسكاس يفوروا المره الثالثه. في هذه المره ما غتكونش بحال الاولين، غادا نخليها دائما حتى تطلع فيها الفوره، وغادا نحسب ليها نص ساعه كامله يعني 30 دقيقه وعاد باش نتلاقاو. هنا من بعد ما فارت ليا انا هنا راه جاتني طابت. الا جاتكم مازال ما طيباش زيدوا ليها فوره الرابعه. هنا صافي راها طابت، انا ما غاداش نزيد ليها الفوره الرابعه. زدت ليها هنا معلقه ديال الزبده وهي باقا سخونه، وزدت ليها السكر كلاصي، وغنحاول انني نذوب الزبده غير بهذه السخونيه ديال السفه بهذه الطريقه حتى تدخل ليا الزبده مزيان تنسم ليا الشعريه ديالي. وها هي موجوده. هنا خديت طبق التقديم وخديت هذا القالب. غنحط الطبقه الاولى ديال السفه، كنديرها شويه كبيره شويه ماشي بحال الطبقه الاخرى ديال السفه. من بعد غنبدا نحط طريفه ديال الدجاج اللي خلطتهم مع البصله المعسله، كيجيو بحال هكا كيجيو لذاذ بزاف. دابا هاد الطبقه ديال الشعريه كتكون غير رقيقه ماشي بحال الطبقه الاولى. دابا بالتزيين كيبقى طبيعه الحال على حسب اللي متوفر في البيت وعلى حسب الذوق ديالكم طبيعه الحال. هنايا درت غير شويه ديال القرفه، والوسط درت اللوز كونكاسي اللي حمرته في الزيت. ومن بعد السكر كلاصي. غادي نزيد واحد الحبات ديال الكركاع. نحيد هذاك القالب غير بشويه. وهي الطبق ديالنا ها هو موجود، وبالصحه والراحه. كنتمنى الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، والى اللقاء في فيديو جديد. مع السلامه.